مرات كتير بتحس إنك مش قادر تبطل تفكر في حد، دماغك مش سايبك، وده شيء طبيعي جدا. العقل البشري بيحب الربط بين الأحداث والمشاعر، ولما حد يكون مهم ليك أو حصلت تجربة قوية معاه، دماغك بيستمر في إعادة نفس الذكريات مرة ورا مرة. الذاكرة العاطفية قوية جدا، سواء كانت لحظة فرح أو حزن، وده اللي بيخلي عقلك يعلق في الشخص ده من غير ما تحس. العواطف بتلعب دور كبير جدا. الكيمياء العصبية في دماغك زي الدوبامين والسيروتونين بتخلي التفكير في الشخص ممتع أو مؤلم في نفس الوقت، وده السبب اللي بيخلي دماغك يكرر نفس المشاعر مرة ورا مرة. ساعات بتحاول تنسى، لكن الذكريات دي دايما بتلاقي طريقها للرجوع، وبتحس إن عقلك مش قادر يسيب الشخص ده. بس هنا بيجي السر، مش لازم تمنع نفسك من التفكير، لكن ممكن تتحكم فيه بطريقة ذكية. اشغل نفسك بحاجات تحبها، سواء كانت رياضة أو هوايات جديدة، وحاول تدوين مشاعرك بدل ما تقعد تعيدها في دماغك طول الوقت. الكتابة بتنظم العقل وبتخلي المشاعر أوضح وأخف على دماغك، وممارسة الرياضة كمان بتفرجك على قوة دماغك، لأنها بتساعد على إفراز هرمونات السعادة وتقليل التفكير المفرط، وبتخلي عقلك يركز على اللحظة الحالية بدل ما يعلق في الماضي. ودلوقتي قبل ما نكمل، لو لقيت نفسك مستمتع بالموضوع وعايز تعرف أسرار أكتر عن دماغك وعلم النفس بطريقة سهلة وممتعة، ممكن تتابعنا هنا. هتكتشف أفكار ونصايح صغيرة تغير طريقة تفكيرك بشكل كبير، وكمان مجرد ضغطة بسيطة على زر اللايك بتخلي الفيديو يوصل للناس كتير ممكن تستفيد زيك، وده شيء رائع جدا بدون ما تحس إنها خطوة كبيرة. التفكير في شخص معين طبيعي جدا، وكلنا بنمر بالمراحل دي، لكن المهم تعرف تتحكم فيه وتستغل طاقتك في حاجات إيجابية. بدل ما عقلك يضيع في نفس الذكريات، ركز على اللحظة، عيشها بالكامل، واعمل حاجات تخليك سعيد. دماغك هيشكر لك على كل دقيقة بتحط فيها طاقتك في الحاجات اللي بتحبها، وده اللي بيخلي حياتك أكتر هدوءا ومتعة. وفي النهاية لما تعرف تحكم في طريقة تفكيرك، هتحس بحرية أكبر وسعادة أعمق، وكل لحظة بتقضيها في التركيز على نفسك ونموك الشخصي هتخلي كل يوم أحلى من اللي قبله. لو حابب تكتشف أفكار أكتر وتفهم دماغك بطريقة ممتعة، تابعنا هنا وهتلاقي دايما حاجة جديدة ومفيدة لكل مرة تيجي تشوفنا فيها.